أنا قوت من الجنة، أحب الشعر والمغنى، وأعشق طينة الخزف، ولي فيها مهارات تنافس صانع الذهب. إذا ما شئت ترنوها وجدت الحسن كاسيها. قبل ما أبدأ حكايتي مع الخزف وأنا طفلة عندي 4 سنين، طبعا كل طفل بيتخزن عنده. فأنا أتذكر إن كان صاحبة بيتنا خواجاية، وكانت هي وصديقاتها بيعملوا الحيوانات ويحشوها أسفنج وحاجات كده. أنا كنت في وسطهم، فتقريبا دي اللي خزنت عقلي أو دخلت في قلبي إن أنا يكون عندي نزعة فنية. على فكرة كل واحد فينا فنان، ربنا ما خلقناش من غير حاسة الفن أبدا، بس يا ريت كل واحد يحاول أو يدور على اللي عنده، ولو لقى عنده نزعة فنية ينميها، ما يسيبهاش تروح منه. لأن على فكرة الزمن بيضيع مننا حاجات كتير قوي، لو ما كناش نحافظ عليها هتروح مننا. في يوم من الأيام دخلت لقيت مرسم، لقيت تماثيل كده محطوطة، ولقيت حاجات موجودة. دخلت محدش قال لي انت فين ولا بتعملي ايه. مسكت الطينة أخدت حتة واشتغلت، وبقيت 3 أيام ورا بعض أخش أشتغل وامشي، اجي تاني يوم الاقيها متغطيه، ارجع تاني اشتغل اغطيها انا وانا ماشيه. فوجئت ان واحد بيقول لي يا اللي بتخش هنا في المكان ده وما بتقولش السلام عليكم ولا بتقول انت مين، يا ريت تقول انت مين. كلام غريب، ما هو ممكن يطلع يشوفني. فدخلت في المكتب ده لقيت انسان فقد البصر ضرير. هو لا فقد البصر ولا ضرير، هو كان عنده أنامل بيشوف بيها كويس جدا، وعنده قلب بيحس بيه. هو كان المثال الله يرحمه صلاح حسنين. عجز الخطاوي ومسنودين على كتف عكازه الخشب، كان كل أمله في الحياة يمشي وياخد بالسبب. قربت منه خطوتين كلمته بس ما بصليش، كانت عيونه في اتجاه غير اتجاهي ووقفتي. حسيت ساعتها بارتباك وشوية زادت ربكتي، لما انتبهت ان البياض غطى عيونه الطيبين. راح البصر، راح البصر، لكنه كان بالمختصر عنده البصيرة أقوى من الحديد. أنا عايزة أقول لكل واحدة، مش هقول لكل إنسان، لا للواحدة الأنثى خاصة، دايما اتعلمي. يا تتعلمي الحاجات الأكاديمية، يا تتعلمي من كل واحد بتشوفيه، وتعلمي من الحياة. في جميع الأحوال أنت بتتعلمي وبترقي بنفسك. أنا كان معايا دبلوم تجارة، وحاولت زي ما قلت لكم إن أنا أذاكر ثانوي عام وما حصلش نصيب، ولكن إن أنا طورت حياتي، خصوصا إن أنا يعني أنا مولودة وموجودة في عيلة كلها مثقفة. اتعودنا على القراية من وإحنا صغيرين، وكل المجلات وردت علينا. كنت أي كتاب قبله ما حدش بيقول لي لا اقري ده وما تقريش ده. فالحمد لله يعني كان عندي رصيد حلو من الكلمات ومن المعلومات. فبقيت اخد كورسات انجليش، كورسات في تربيه، في اي حاجه، لحد ما جه في يوم من الايام بعد ولادي ما اتخرجوا قررت ان انا اذاكر. كانت السنه دي اللي هي قامت فيها الثوره، بس انا كان عندي ثوره تانية في نفسي في قلبي، كانت ثوره ثقافيه بالنسبه لي انا، يعني دي ثوره ثقافيه بتاعت قوت. فدخلت الكليه، الحمد لله دخلت كليه التربيه قسم احتياجات خاصه اللي هي فيها الاعاقات كلها، ونجحت بتفوق وخدت ال4 سنين ونجحت بجيد جدا. ويمكن انا كنت في مجال عملي كله كان بيقول لي هتعملي ايه بالتخصص ده. للاسف كل الناس تفكيرها مادي، انا كنت واخداها تفكير معنوي وعايزه ادي حاجه للمجتمع. امي كانت تحب تعتز باي حاجه لنا احنا اولادها. يعني انا كان عندي الكراسه بتاعت اولى ابتدائي، لبسي وانا بيبي،
فانا استمديت من امي ان لازم يبقى لي ذكرى في الحياه، ما اخليش ان امبارح يعدي من غير ما احتفظ بيه بحاجه او ما يعلمنيش حاجه. عندي بعد كده انتقلت لبيت الجده. بيت الجده ده كان بيت كرم، اتعلمت فيه كل حاجه هي اللي قومتني في حياتي. يمكن انا كنت بنت مطيعه شويه ومش متمرده، ولكن كان عندي قناعه، كان عندي قناعه رهيبه، والقناعه دي كل ما بكبر هي بتكبر معايا. فالحمد لله انا اتعلمت من بيت اهلي. واللي هقوله بقى للامهات والاهل، النت تفرق بينكم وبين ولادكم حقيقي. الاب بينام مرتاح وحاطط دماغه على المخده ونايم، ولكن بنته طول الليل سهرانه على النت وعلى المحمول للاسف. يمكن لو ابنه خرج بره هو مش هيعرف عنه حاجه، لكن المصيبه اكتر ان بنته وابنه بيكونوا في البيت ولكن مفصولين في عالم تاني عن الاسره. ولا الاب يعرف الولد بيعمل ايه ولا البنت بتعمل ايه. بقى في فجوه، بقى يعني في فجوه خلت الاسره ما عادتش اسره. يا ريت كل حاجه توازنوا فيها اموركم، ما تبقوش فاتحين. مش معنى كده انكم بتبخلوش على اولادكم ولا يعني بتجيبوا لهم كل حاجه، مش بترضوهم، انتوا بتضيعوهم. طبعا ولادي كانوا بيستمدوا كل صفاتهم الحمد لله الحميده اللي دلوقتي خلتهم بني ادمين رجاله ناجحين في المجتمع. اديت لهم الحب، طيبه، احترام الناس واحترام الذات. يعني ما حبيتش ان حد منهم يسمح لنفسه انه يتهان ابدا، وعلمته بالمثابره برضو. انا اولادي اقول لك، ولادي عمرهم ما غصبوا عليا او فرضوا عليا ان اجيب حاجه لهم اكتر من التسع وكف في ايدي الحمد لله. يعني ده تمثال الامومه، هو رمزي طبعا، مش مباشر، مش في طفل ام محتويه بترضعه، لا ده ام محتويه بالرمز من غير ما يكون فعلا في، يعني هو الحركه كده الايحاء ان في حنان، في احتواء. طول ما انا بتنفس لازم يكون عندي حلم، ولازم يكون حلمي في متناول ايدي، ولا هو يكبر عليا ولا انا اصغر عليه. فانا كل حلمي اشوف الناس مثقفه. يمكن الناس بتحلم لنفسها بحاجات، بمناصب، بحاجات، لكن انا لا. انا نفسي اشوف مصر، عايزه اقول لها يا مصر ليه بقيتي مفيش، واشمعنى، والبقشيش ليه سبتينا؟ عايزه اقول لمصر احضنينا وخليكي معانا، وخليكي دايما تحسي وتقولي ان انا ليا اولاد بيحبوني. حبينا، حبينا يا مصر، ما تطلبيش مننا ان احنا نديكي بس، انت كمان ادينا. عايزه الشعب المصري يهدى، عايزاه يبقى مثقف. نفسي لو انا بايدي اعمل صوان في كل منطقه، وابتدي بحتتنا وبشارعنا، اعمل صوان ونادي الناس، اثقفهم بالموسيقى، بالشعر، بالكلمه الحلوه. اجيب لهم ناس مثقفه من المجتمع، ناس عارفه الشارع وعارفه فيه ايه وعارفه احتياجات الناس دي ايه، مش ناس متنشيه ولا بتعمل الحاجات دي علشان خاطر تترشح في حزب او تاخد منصب. عايزاهم يتفاعلوا مع الناس ويعلموا الناس ويبقوا ناس مثقفه. اهم حاجه في مصر الثقافه. يا ريت يكون في ثوره ثقافيه في مصر، يا ريت.